الفكرة من الموضوع بتاع الابليكيشن اللي الصفحة اعلنت عنه امبارح، صفحة نادي الزمالك، وهيتعمل ان شاء الله هينطلق يوم الاحد يوم الاثنين. اول حاجة الابليكيشن ده مش معمول كتبرع. يعني في ناس بتقول هم عاملين الابليكيشن عشان اخش اتبرع عليه واخش ادفع فيه فلوس والكلام ده كله. لا، هو نادي الزمالك اولا لو عايزين يعملوا حتة التبرع ما يروح يعملوا حساب بنكي يا باشا رسمي كده قدام الناس كلها ويقول لك خد الرقم بتاعه اهو، انت لو عايز تتبرع هتبرع، مش عايز تتبرع براحتك. بس كل الفكرة ان الابليكيشن ده معمول كحاجة استثمارية، هتجيب فلوس للنادي عن طريق مستثمرين من بره ونادي الزمالك. تمام. ده بايه فايده الابلكيشن ده بالنسبه لك انت كمشجع زملكاوي؟ فايده الابلكيشن ده انك انت لو عايز تعرف اي حاجه عن الزمالك في اي وقت هتكون موجود على الابلكيشن. ده اول شهر مجاني، بعد كده بيتعمل باشتراك شهري. بامكانك ان انت هتشترك فيه وهتحب البرنامج تمام، مش حابب خلاص. يعني الحاجه مش فرض. بس الحاجه برضه ارجع اقول لك برضه ان هي مش نظام تبرعات هتتلم. الزمالك مش عامل الابلكيشن ده كتبرعات، ده حاجه استثماريه هتحصل. كل دورك انت ان انت عايز تشترك يا باشا اشترك، مش عايز تشترك خلاص. عشان بس ما حدش يضحك عليك ويقول لك ده الزمالك بيلم تبرعات.